لو انت عايز تكون من الناس اللي بتسيب أثر في حياة الناس اللي حواليها، تكون بني آدم مختلف وعندك كاريزما فريدة من نوعها، البني آدم اللي الناس لما بتجيب سيرته بيتقال عنه كل خير، ولو حد عايز يفضفض أو عنده مشكلة بيلجأ لك انت أول واحد، لمجرد انه بيرتاح نفسيا في الكلام معاك، سواء بقى ان كنت فعلا هتلاقي حل لمشكلته ولا لأ، بس مجرد وجودك مريح. لو انت عايز تبقى الشخص ده، هات ورقة وقلم وتعالى اكتب ال5 خطوات اللي هكلمك عنهم دلوقتي. 5 أسئلة عايزاك تسألهم لنفسك أو خطوات تعملها، هتبقى بجد بتسيب أثر في حياة الناس من غير ما تعمل أي مجهود. أول سؤال هتكتبه في الورقة وهترد عليه، انت عايز الناس تعرفك بإيه؟ يعني لو الناس دي قاعدين في قعدة، عايزهم يقولوا عنك انت ايه؟ انت انسان ملتزم محترم، بتحترم مواعيدك، بتغض بصرك، ما بتجيبش في سيرة الناس. ايه السيرة اللي عايزها تتعرف عنك؟ حتى لو كانت السيرة دي زي ما قلنا في الاول انك انسان مريح والناس بتحب ان هي تتكلم معاك. حدد لنفسك صفة معينة او صفتين او 3 صفات عايز الناس تعرفك بيها. تاني سؤال هترد عليه، اختار لنفسك قيمة او مبدأ تعيش بيه. اكتب في الورقة قيمة انت عايز تعيش بيها وتعرفها للناس اللي حواليك وتورثها لأجيال بعدك. قيمة زي الأمانة، الصدق، الأدب، التفاؤل، أي قيمة انت عايز تعيش بيها وحاسس ان هي هتفرق في حياة الناس اللي حواليك. الخطوة الثالثة، ساعد من غير مقابل. مش بس كده، ساعد من قبل ما اللي قدامك يطلب مساعدة. دور على ناس انت محتاج ان انت تساعدهم، وانا بقولك ايوه انت اللي محتاج. احنا بنحتاج ان احنا نساعد الناس اكتر ما هما بيبقوا محتاجيننا، علشان مجرد احساسنا ان احنا بنفرق في حياة حد او ان احنا بنساعد حد، ده بيخلينا احنا اهدى نفسيا، وبيخلينا نحس ان احنا مختلفين ولينا قيمة، وبنحس ان احنا كده في حاجة في حياتنا احنا عايشين علشانها، وان احنا مسؤولين عن الناس، برغم ان المسؤولية دي مش مطلوبة مننا، ده احنا اللي مختارين المسؤولية دي بمزاجنا. فعايزاك دلوقتي تبدأ في الورقة اللي قدامك تكتب اسم شخص انت عايز تساعده. واحد مثلا كان مكلمك من فترة قالك انه تعبان وهيكشف عند دكتور، اتصل بيه واسأله ايه الاخبار، عملت ايه، حتى لو انت كنت سألت عنه وقتها وقت ما راح للدكتور وفات دلوقتي 2 أو 3، اتصل اطمن عليه، اسأله العلاج عمل معاك ايه، بقيت احسن ولا لأ، مشكلتك اتحلت ولا لأ. او اول شخص تقابله عايز يتكلم ويفضفض، قرر ان انت عايز تسمعه وتسمعه بجد، تسمعه بتعاطف زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات اللي هسيب لكم اللينك بتاعه، ان انا اسمعه واسمع مشاعره وابدا اتكلم معاه بعاطفه وانا حاسس بيه. ده لوحده مساعده، وده لوحده يسيب اثر. الخطوه الرابعه، احكي تجربتك. مفيش حد فينا ما مرش بتجربة صعبة قوي أو مشكلة كبيرة وربنا خرجه منها بعد ما عافر وقاوح وحاول كتير قوي عشان يخلص من المشكلة دي. في الورقة اللي قدامك كل المطلوب منك ان انت تكتب قصة عنك، تجربة من التجارب اللي انت مريت بيها. عارف كويس ان انت لو قاعد في قعدة وبدأت تتكلم عنها او كتبتها في بوست على الفيسبوك هتفيد الناس اللي حواليك، هتأثر فيهم وهتخليهم يحسوا بنعمة ربنا عليهم، او ان في حد ممكن يكون كان في مشكلة وخرج منها. وخلي القصة دي دايما في دماغك، علشان لو قابلت حد عنده مشكلة تحكيها له فتساعده، او لو في يوم كنت قاعد في قعدة عادي والناس بتتكلم، اتكلم انت كمان عن قصتك. خلي عندك كده مكتوب في الورقة شوية تجارب انت عارف ان لو حد سمعها هتبقى عظة ليه او هتفرق معاه وهتأثر في حياته. الخطوة الخامسة، وده مش سؤال عايزاك تسأله لنفسك لكن جملة عايزاك تكتبها بالبنط العريض كده في الورقة اللي قدامك، طبطب ما تنصحش. احنا لما حد بيجي يشتكي لنا من حاجة او عنده مشكلة بنبقى عايزين نساعده قوي، فبنبقى عايزين نقعد ننصحه ونقول له اعمل واعمل واعمل، في حين ان هو كل اللي محتاجه ان حد بس يدخل يطبطب عليه ويواسيه، من الاخر حد يمعلشه. هو محتاج ان انت تطبطبه وتفهم مشاعره، وبعدين بقى ابقوا فكروا في حلول او متفكروش، مش هي دي القضية. يعني أبسط مثال كلنا بنمر بيه على فترات قريبة جدا من بعض هو مثال العزا. كلنا لما بنروح العزا بنبقى عايزين نهون على الشخص اللي قدامنا،
بنقعد كده نقول له قوي نفسك، معلش ده قدر ربنا، ما تعترضش على قدر ربنا، قوي نفسك عشان خاطر عيالك وولادك واخواتك، علشان تبقى سند ليهم، اقوى كده وخليك ناشف وكل واشرب عشان تقدر ان انت تكمل يومك. او نقول له معلش ما هو ارتاح، ما هو كان تعبان، هو دلوقتي في حتة احسن، ما تعيطش عشان هو ما يحسش بيك ويتضايق. كلام محفوظ، كلام لو في 200 بني آدم حضروا العزا الشخص ده بيسمع نفس الكلام من ال 200 بني آدم. خليك انت الشخص المختلف، الشخص اللي بتدخل تطبطب عليه وتاخده في حضنك ويسيب ويعيط ويطلع كل اللي جواه. هو مش عايز يسمع حد، هو عايز طبطبة، هو عايز حد حاسس بيه، حد يحسسه انه تمام، انت مسموح لك تخرج الطاقة وتخرج العياط اللي جواك. بعد ما يهدى خالص ويعدي اول وتاني وتالت يوم، ابدأ بقى انصحه بكل النصايح اللي انت عايز تقولها له. المساعدة مش دايما نصيحة ولا منطق ولا كلام بيتقال، المساعدة اوقات كتير بتبقى مجرد ان انت تحس بمشاعر اللي قدامك. الورقة دي بقى بعد ما تكتبها حطها في مكان ظاهر قدامك على طول، او جوه كتاب او نوت بوك بتستخدمه بشكل دوري وبتشوفه كل يوم. وتعالى كده آخر كل أسبوع أو كل أسبوعين شوف ال5 خطوات دول، هل الأسبوع بتاعك اللي فات أنت كنت بتعمل فيه حاجات شبه ال5 خطوات دول؟ يعني الصفة اللي كنت عايز الناس تقولها عنك أو القيمة اللي أنت تتعرف بيها، هل أنت فعلا عملت حاجات تخدم الكلام ده، تخلي الناس تقول عنك الشخص الأمين، تخلي الناس تقول عنك الشخص المحترم، الشخص اللي بيغض بصره، أيا كان القيمة أو المبدأ أو الصفة اللي انت اخترتها لنفسك؟ طب هل انت فعلا لجأ لك ناس طول الاسبوع او الاسبوعين دول وفكرت ان انت تفكر في مشاعرهم وتطبطب عليهم قبل ما تفكر ان انت تساعدهم، ونرجسيتك كده تاخدك بان انت تبان الشخص الفصيح الناصح اللي عارف كل حاجة وتنصحهم من قبل ما تسمعهم ولا لا؟ هل انت كنت الشخص اللي بتسمعهم من غير ما تحكم عليهم وبتسمع مشاعرهم ولا لا؟ كل اسبوع او اسبوعين راجع الورقة دي واحكم على نفسك انت حققت منها نسبة قد ايه في المية، وحط خطوات ازاي تقدر الاسبوع الجاي او الاسبوعين الجايين تحقق نسبة اعلى من كده. هتلاقي نفسك مع الوقت موضوع ان انت تسيب اثر في حياة الناس بقى سهل جدا وبسيط، ومش محتاج منك اي مجهود ولا محتاج حتى ان انت تراجع الورقة، لانه خلاص هيبقى الطبع جواك اتطبعت بيه. وعشان تعرف ايه هي انواع الاثر اللي ممكن نسيبها في الناس او ازاي ممكن اسيب اثر في الناس بخطوات بسيطة، احنا اتكلمنا عن 4 انواع للاثر في الفيديو اللي فات. فاعمل لي سبسكرايب لو انت على اليوتيوب، واعمل لي فولو لو انت على الفيسبوك، وما تنساش تعمل لايك وشير علشان يوصل لاصحابك وناس كتير تستفيد منه. وانا هحط لك في الديسكريبشن بوكس او في اول كومنت الفيديو او لينك الفيديو اللي فات اتكلمنا عنه بالتفصيل ازاي تسيب اثر في حياة الناس.